السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نعملوا الملاوي التونسية كما تشوفوا ما شاء الله خفيفة ياسر وطرية ومورقة. احنا الملاوي متاعنا التونسية ما نزيدوهاش لا الفارينة ولا الخميرة ولا السكر ولا حتى شيء، هي سميد و... وملح وماء أكهو. برشا يزيدوها الفارينة باش تطرى. وبرشا يحطوا لها برشا زيت تجي مزيتة برشا، ومن بعد تجي تولي يابسة في التطيب. اليوم باش نعطيكم الأسرار الكل متاع الملاوي التونسية، كيفاش تجيكم طرية وتقعد طرية وخفيفة ومورقة. لهذا نستحقوا 900 جرام سميد أرطب. انا في بالي عندي كيلو، يا اخي طلعوا 900 جرام مش مشكل. ارتب على الاخر، يعني فما في بلدان اخرين عندهم درجات الارتب، يعني من ارتب الارتب اكثر من لازم. احنا عنا نوع واحد اللي هو يا متوسط يا احرش يا ارتب. دونك للملاوي التونسية نستحقوا سميد ارتب فان. ناخذوا كيلو، إنه نحطه في القصعة ذيك. المغرب العربي الكل عنا منها بتاع الكسكسي والمقرونة والحاجات هكا باش نعجنوا فيها الملاوي. ونصبوا عليهم مغرفة ممسوحة متاع ماكلة ملح، وإلا مغرفة ونص، يعني مغرفة معبية وشوية بتاع قهوة ملح. يعني يا إما مغرفة ممسوحة متاع ماكلة، وإلا مغرفة ونص صغار متاع قهوة ملح. دور الملح راه مهم على الآخر، كي تجينا مالحة برشا تجينا معناها من بعد العجينة الملاوي مالحة ومش بنينة، تقعد ديما يابسة. وكي تبدا طرية برشا زادا ما تتلمناش، وفي العجنين تقعد تتقطع وتتلصق، تقعد تتلصق. يعني دور الملح راهو مهم برشا برشا، انه يكون الدوزاج متاعو صحيح. نقعدوا نلموها نعجنوها شويه. فما استوس الاولى باش نعطيها لكم، هي كي تلموها من الاول بالعجينه ما بالماء ما تعجنوهاش، جوست تلموها دخلوا فيها الماء وخليوها ترتاح شويه، تشرب هي الماء متاعها كيما نقولوا السميد يتبل. ومن بعد ارجعوا اعجنوها، مش ديريكت ملي تلميتوها تتعداو ديريكت تعجنوها. هذا يسهل عليكم من بعد تلقاوها يعني سميد طاري شويه بالماء، تعاونكم في العجنين. اللي عنده العجينه بيان سور ماذا بينا. انا عندي العجينه، اما حبيت نعمل لي زيتاب الكل قدامكم بدايه باش معناها تقعد في المخ. حتى كان عجنتوها بالعجينه دو بريفيرونس كي تخرجوها زيدوا تعجنوها شويه بيديكم لين تسمعوها تترشق معناها، والكل راهي تعجنت. تقعدوا تعجنوها كيما هكايا كيما قاعدين تشوفوا، تعجنوا تزيدوا الماء حتى لين تحسوا العجينه كيما هكا ولات ما عادش محربشه كل، يعني السميد مازال مش مدعوك بالكدا، وماهيش اللي تتلصق طريه برشا، والا هكا كي تهزها تطيح يعني تلمو شاربه الماء. لا سافا موين، يعني العجينه في ديكم هكا سوبل بالكدا تبدا. نزيدوها نحاولوا نزيدوها شويه ماء. هاي التكستور كيفاش تكون، والعجينه تكون معناها الكل منين تحلها تلقاها امورها واضحه معجونه. معناها ما فهماش فيها حتى حاجه تخليها من بعد باش تجينا ماهيش بالكدا. راهم لي زاستوس نتاع الملح الماء ما نصبوش ضربه واحده ونقعدوا من بعد نحاولوا هكا نشيحوه ولا نزيدوا السميد. الدوزاج من الاول تبع بشويه بشويه في الماء. صب ولم صب ولم. في البلاتو لهنا ندهنوا شويه بلاتو بالزيت باش نبداو نكعبروا الملاوي متاعنا. ندهنوا يدينا بالزيت باش ما تزيدش تلصقنا في يدينا معناها اكثر. نعملوا هكا كعبورات صغار باش نحطوهم زاده في الماء بعد المرحله هذه. يرتاحوا العجينه قد ما ترتاح قد ما من بعد تجيك تطاوعك ما تتقطع لكش، ما تجيش كاسحه. يعني قد ما تخليها ترتاح وتاخذ راحتها معناها وهي تشرب كسوسوا الماء، والا تخليها ترتاح في الزيت، راهي قد ما من بعد تمشي معاك بالكدا بالكدا وما تعبكش. كيلو كعبورات بالطبيعة، هو الكيلو جينيرالمون يحط 8 كعبات. انتي والكبر قداش تحبها. فما اللي يعمل كعبات صغار، معناها كعبات صغار وكل. انا ساعات نعمل لبنتي كعبات صغيرة، كعبة صغيرة باش يعني تاكلها لي. احنا سميد في الملاوي متاعنا في تونس الوحيدة اللي ما نحطوش فيها لا فرينة، لا نحلوها بسميد متوسط، لا نحطوا لها زبدة، لا نحطوا لها، ما نحطوا لها حتى شيء. الملاوي يعني سميد وملح أكهو، ما نحطوا لها حتى إضافات أخرين.
وتجي معناها طرية وتجي بنينة وتجي تهبل، معناها إحنا في تونس نعملوها ساندويتشات، نفطروا بها الصباح، ناكلوها العشية حتى هكاكا، يعني تتاكل على الشبع قد ما تبدا خفيفة وطرية وشادة روحها تتاكل، حتى معناها ماهيش هاكا اللي معناها حاجة اللي هكا ترسرس على القلب ولا حاجة، تلمو تبدا خفيفة معجونة بالكدا، تاكلها في أي وقت ما تفيقش بروحك كي تاكلها، نعملوها في الرفيسة. تو إن شاء الله نهار نبارطاجي معاكم الرفيسة، نعملوها في الرفيسة، نعملوها هكاكا معناها كيما قلنا ساندويتشات نفطروا بها الصباح، نعملوها بالزيت، نعملوها بالعسل، نتعشاو بيها معناها. بالحق كسكروت ملاوي مش ديما ماذا بيه واحد يبدا عنده هكا كعيبة ملاوي ولا ينجم يعمل ملاوي معناها في أقصر وقت ممكن وتجيه كيما هو يحب، يعني نقولوا نحن بلغتنا متاع الشارع. أما هي بالحق في الدار راهي تجيك كيما أنت تحب، جوست توسع بالك شوية في العجنين وتحط الدوزاج متاعك صحيح في الملح. راهي على قد ما هي سهلة على قد ما هي برشا ناس ما ينجحوش فيها، السهل الممتنع راهي بالحق معناها كي تركز معاها. جوست المشكلة متاعها الوحيدة هي العجنين، قوة العجنين لازمك تقعد تعجن فيها. بعد كيما شفنا تكعبروها معناها وتحطوها في الزيت، ما نعوموهاش بالزيت خاطر مازلنا باش نزيدوها من بعد اون فيغ يا ميزور الزيت. ولازم العجينه ترتاح اون فيغ يا ميزور، معناها تشوفوا قداش من مره باش ترتاح. رتحناها من الاول كي صبينا الماء ولميناها، ومن بعد مشينا عجناها وخليناها ترتاح، وتوا كعبرناها وحطيناها في الزيت وباش نغطيوها بساشي بواحد بسيلوفان بابي اليمونتير باللي تحبوا نتوما. نخليوها ترتاح زاده في ليتاب هذيا، لازمها ترتاح بالكدا مينيموم من نص ساعه، ساعه غير ربع. نحطو اونتخ طون الطاجين نتاعنا يسخن، هوني في البلاتو نصبو شويه زيت، انا نستعمل البلاتو نتاع لي بلاتو نحل فيهم يعني العجينه باش ما توليليش رخامه الكل بالزيت والزيت يسرح وتولي لي الدنيا الكل بالزيت. ناخو بلاتو نحط فيه شويه زيت ونحلها كيما تشوفوا. اهم حاجه من الوسط تخرج للجناب باش ما تبداش الجناب ماهيش كي البيتزا، الجناب لازم تبدا رقيقه خاطر من بعد باش تتطوي وباش تزيد تحلها معناها. دونك نحلوها بالكدا في كيما قاعدين تشوفوا. اللي صبيتوه كونتيتي اللي صبيتوها متاع الزيت تمسحوها وتحطوها هكا في وسط العجينه، ما تغرقوهاش بالزيت برشا، راهي تولي كي تحطها في البلاطو اون ديغي تقلي فيها، تولي بالعكس تيبس اكثر من اللي تطرالك. برشا ناس يغلطوا فيها يحطوا برشا زيت والنار تبدا قويه يعني متاع الغناي ولا طاجين، يجي يابسه ما تجيش طريه. هي حتى كان صبيت لها وزلقت وصبيت لها برشا زيت خلاها ترتاح، خلاها تشرب الزيت هذاك. بعد راك باش تلقاها تتحلك وتتقطع وكل بشويه بشويه، كل شيء بشويه تبعوها، حطوا لها الزيت متاعها، تعرفوها راويه معناها سافا، مش تولي انت تنزل عليها وهي يتنطر الزيت، يعني بشويه بشويه. بعد المرحلة هذي بعد ما حليناها وحطيناها على طويناها على أربعة، باش نحطوها في بلاتو مرة أخرى بشوية زيت ونغطيوها ونخليوها ترتاح نصيف ساعة. دونك كيما قلنا العجينة قد ما ترتاح قد ما تجي باهية طاوعك. الأنبيل الصغار اللي تعملهم العجينة ذيك دليل على العجينة متاعك ناجحة كوتي عجنين وكوتي راحة مرتاحة، العجينة مرتاحة يعني كت تحلها وكي تعمل لك هكايا كي تحطها على الغنية تعمل لك لامبيلة ذوكم رمية وتقلبها تلقاها طابت، من بعد في التطيب ما تقلقكش راك تبدا معجونة بالكدا، لا تتحلك لا تتفترش لك لا تصير لها حتى شيء. هذه هي الملاوي متاعنا، ان شاء الله تعجبكم، مرحبا بكم فيديوهات اخرين.